برعاية مرصد الاندماج المالي للبنك المركزي التونسي. أدا Luxembourg Aid and Development. في بلدنا الجميل حدثت قصتنا، نبدأ بهذا الجيل فاحفظوا عبرتنا. بطفل حالي من صغير بدأت رحلتنا، رحلة دون مثيل، فلنبدأ صديق يحلم ببنك الأطفال. معلومات جديدة من المؤكد مفيدة، نطرح التساؤلات في انتظار الإجابات. تاريخ العملة ما هو؟ أين تصنع النقود؟ العملة الصعبة ما هي؟ هل تتغير بالحدود؟ هيوا هيوا يا أطفال، نرحل لعالم المال، بالثقافة المالية تتحقق الآمال، وبالعمل والجدية نطلق بنك الأطفال. مع تيمو نتعلم، رحلتنا تبقى في البال. جيت في القدس باش نقدم برشا ونربح. صح عليك يا ياسين باش تربح. تعرف شي باهي توا انا باش نسألك، هل تعرف من وضع قانون الجاذبية؟ نيوتن، أينشتاين، فرويد؟ يظل نيوتن، والجواب صحيح. يا بابا جي عسلامة بابا. لاباس بنتي؟ عسلامة بابا. ياسونة لاباسة؟ أحوالكم؟ لبست عاد نهارك؟ لاباس لاباس الحمد لله. جست عملت حادث هكا هو. شنو هو؟ لباسة؟ لاباس لاباس أي لاباسة؟ لاباس دخلت العطار باش نقضي حاجة، يا أخي نسمع ندخل خرجت نلقى واحد ضرب لي الكهرباء. هيا الحمد لله كي انتي لاباس برك الكهرباء تو تصلح. قل عملت كونستا ما؟ أي بيان سور عملت كونستا. وشنو اللي ضرب فيها الكهرباء؟ جست الباراشوك والضوء التالاني. الحمد لله مش حاجة كبيرة. تو التأمين يرجع مصاريف الكهرباء الكل، وهكاكا ترجع مصلحة لاباس عليها. هذاك هو قلت ربي ان شاء الله. باهي خلينا ندخل، انا راني ما عادش فيا، خلينا ندخل مرتاح. هاي هيا ادخل رتح روحك شوية. عايشك. سيلين عايش بنتي تجي تعاوني في الكوجينة؟ باهي تأمين. أمين شكون هذا؟ سي تأمين ولا أمين يخلص فيه تصليح كهرباء ماشي متاعو؟ ما فهمت حتى شيء. بابا عمل الحادث داخل لاباس ما فما حتى شيء، وأمي تقول له تو سي تأمين تو يخلص ولا أمين. دي متى شبيك؟ شنو اللي ما فهمتوش يا ياسين؟ ما فهمتش اش معناه تأمينة؟ هاي قل لي بالضبط شنو الحاجة اللي ما فهمتهاش في التأمين؟ سي تأمين ولا أمين الواي يخلص في حق تصليح كهرباء ماشي متاعو. باهي ما لا يلزمني نفسر لك معنى تأمين، على خاطر هذه معلومة مهمة برشا لثقافتك المالية،
وحتى بنك الأطفال اللي تحب تعمله باش يكون عنده علاقة بالتأمين. ملا إجا توا ياسين باش نفسر لك كيفاش الحكاية تصير بالضبط. ملا توا يلزمك تقف، دور شوية، اكبس روحك، اجبد نفس، تيمت أي ياسين ركز معايا مليح باش نفسر لك اش معناها تأمين. اوكي هيا نبداو. التأمين يا ياسين هو عبارة على شقاقة كبيرة. انت عندك شقاقة في الدار؟ بالطبيعة. الشقاقة هذه كل واحد يحط فيها فلوس، وفما يا ياسين شكون مسؤول على الشقاقة هذه، والمسؤول عليها هي شريك التأمين. وكيف نهار واحد يمرض وإلا تصير له حاجة، يصير له حادث مثلا وإلا داره تتحرق، شركة التأمين هي اللي تعوض له الخسارة متاعه من الفلوس اللي في الشقاقة. فهمتك يا تيمو. مالا بابا كسر له كرهبته، برشا عباد يعاونوه باش يصلحها. نجم تقول خاطر كل إنسان معرض للخطر مثلا في صحته كيما المرض، وإلا يعمل حادث، وإلا زاد ينجم يكون الإنسان معرض للخطر في ممتلكاته، دار، أرض، وإلا كهرباء. وإذا صارت تحريقة وإلا سرقة وإلا فيضانات، التأمين هو اللي يتكفل بالخسائر هذه الكل. مفهومة؟ هو شي تأمين هذا ولا الأمين؟ طلع باهي. أي بالطبيعة، هو التأمين يحمي العباد والشركات باش تكون متمانة كيف تصير لها أضرار، وتعاونهم باش يعوضوا الخسائر اللي تعرضوا لها. فهمتك. معناه شركة التأمين ندفعوا لها مبلغ، وكان صارت حاجة لا قدر الله شركة التأمين تعوض الخسائر. صحيح يا ياسين، هي اللي تعوض الخسائر، أما مش كل الممتلكات برك. ثم زوز أنواع متاع تأمين: تأمين على الممتلكات وتأمين على الأشخاص. وتوا ياسين ركز معايا مليح باش نفسر لك ايش معناها هذه وايش معناها الأخرى. أوكي. في التأمين على الممتلكات نلقاو التأمين على الكرهب والبتوات والديار والعقارات بأنواعها. عقارات؟ ايش معناها عقارات؟ العقارات هي البنيات كيما العمارات وإلا الديار والفيلات والمغازات ومقرات الشركات وغيرها. التأمين متاع الممتلكات فهمناه، والتأمين متاع الأشخاص شنو؟ أوكي، هاني باش نفسر لك. التأمين على الأشخاص كيما التأمين الصحي، كيف واحد يمرض وإلا يعمل حادث يولي ما عادش ينجم يخدم. وفي بالك يا ياسين اللي انتم زادة في المدرسة مأمنين. كيفاش؟ هاني باش نفسر لك. إذا تلميذ مثلا يطيح وإلا يتضرر في بدنه، شركة التأمين هي اللي تدفع مصاريف الدواء والطبيب. الناس الكل لازمهم يعملوا التأمين. ثم أنواع في التأمين. النوع الأول إجباري كيما التأمين على السيارات وإلا التأمين على المرض. وفما نوع ثاني يا ياسين هو اختياري، يعني تنجم تعمله باش هكاك تزيد تحمي روحك وممتلكاتك. فهمتك يا تيمو. معناها نهار آخر نجم نعمل تأمين على البنك متاعي. بالطبيعة هذيك تدخل في التأمين على الممتلكات. كيفاش تصير العملية باش نحضر روحي من توا؟ أوكي، أول حاجة تختار شريك التأمين تتعامل معاه، وهكاك تصحوا مع بعضكم عقد يأمن لك بانكتك وإلا دارك وإلا كرهبتك وزاد صحتك، وهذا مقابل مبلغ معين. وقت اللي يصير أي ضرر ترجع شركة التأمين باش تعوض لك الخسائر المادية. وبالطبيعة يا ياسين يلزمك تثبت الضرر اللي صار لك، مثلا تجيب شهادة طبية وإلا التقرير متاع الحادث، ومن بعد شركة التأمين هي اللي تقرر قداش باش تعوض لك حسب شروط العقد اللي اتفقتوا عليه. سهلة برشا يا تيمو. معناها يخبيو شوية فلوس في شركة التأمين، كان صارت حاجة لا قدر الله شركة التأمين تعوض الخسائر. صحيت يا ياسين، هاك طلعت فاهم. هذا الشيء اللي تعمله مؤسسات التأمين. مؤسسات التأمين
الفكرة هذه ظهر فيها باش تعجبوا بابا، على خاطر ديما يقول خلينا نخبي الفلوس على ميتي. أما اللي ياسين هذا لا يقول لي شكون هو مؤسسة التأمين. مؤسسات التأمين نجم تكون تابعة للدولة، وإلا تنجم تكون تابعة لشركات تأمين خاصة. وفي بالك يا ياسين اللي فما بنوك عندها شركات تأمين تابعتها؟ هذه معلومة جديدة ليك انت. معناها أنا نجم نعمل نهار آخر شركة التأمين تابعة البنك متاعي؟ اي بالطبيعة أكيد تنجم. فهمتك. هيا يا تيمو، عندي برشا كلام باش نقوله لبابا. ازرب قبل ما ننساه. صحيت، برافو يا ياسين. مالا توا استوي روحك، اجبد نفس، ابتسم، تيمتا. ياسين ما قلتليش حقا شنو باش تحكي لبوك انت؟ أنا باش نحكي قدامك. بابا نعم يا ياسين بابا، اش تحب؟ تنجم تجيني لحظة؟ هيا في تبعك. بابا شنو تحب؟ أولا نحب نعرفك على صاحبي تيمو. تيمو؟ وينو تيمو؟ أي وين؟ تسأل في أنا وينو؟ انجي قول لي وينو. به ما عليناش، ديما يتخبى. حبيت نقول لك اللي تنجم تعمل التأمين عندي. تأمين عندك؟ وين؟ في شركة التأمين تبع البنك متاعي. زعما قاعدة هي بنك متاعك؟ زيد فسر لي. ماني أنا نحلم باش نعمل بنك الأطفال وتيمو يعاون فيا بالمعلومات. بنك أطفال. مهم. على ذكر الأطفال يا سونا، توا يظهر لي وقت متاع نوم متاع أطفال، وامشي لفرشك ولدي، ارقد غادي واحلم قد ما تحب بالبنك متاعك. حاضر. ما قلتليش عاد باش تعمل عندي التأمين؟ ياسين فرشك عايش ولدي، فرشك. به أصدقائي اللي تبعوا معنا حلقة اليوم، هيا حاضرين باش تسمعوا السؤال؟ أوكي فلننطلق. السؤال يقول شنية أنواع التأمين؟ زعما التأمين على الأشخاص فقط، وإلا التأمين على الممتلكات فقط، وإلا التأمين على الأشخاص والتأمين على الممتلكات؟ فكروا يا أصحابي. الإجابة الصحيحة هي التأمين على الأشخاص والتأمين على الممتلكات. وتوا يا صحابي تيموات، السؤال متاعي متاع اليوم وفيه ما بقالي كان نقول لكم إلى اللقاء، ونتقابلوا في حلقة جديدة وسؤال جديد في كويز تيمو وعالم المال. بلدنا الجميل حدثت قصتنا، نبدأ بهذا الجيل فاحفظوا عبرتنا. بطفل حالي من صغير بدأت رحلتنا، رحلة دون مثيل، فلنبدأ
برعاية مرصد الاندماج المالي للبنك المركزي التونسي. أدا Luxembourg Aid and Development.